حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا عارفه جدا ان انتوا بتحبوا فيديوهات الروتينات. انا بحاول على قد ما اقدر اصور لكم فيديو روتين. بصوا الحوض كان منظره عامل ازاي. كنت لسه صاحيه، الولاد راحوا المدرسه. عملت كوبايه القهوه الجامده اللي انتوا كنتوا شايفينها دي، وبعدين فطرت. عملت بيض كله خضار، فلفل الوان وطماطم وفلفل سبايسي وكده. طبعا بكتر الخضار علشان اشبع. بس انا كنت بقول لكم ان هي كانت تقيله من الخضار اللي فيها. كنت عامله 3 بيضات. الخضار كان كتير فقلبتها بالبتاعه بتاعه البطاطس دي. تمام. انا كنت حاطه معلقه سمنه بلدي. بصوا شكلها حلو قوي. وحطيت صح فيها جبنه رومي كمان. كل ده بتقلبي مع بعضه في البيض مع فلفل اسود وملح، وتنزلي في زيت سخن ذره، معلقه صغيره او زيت زيتون او سمنه بلدي. انا كنت حاطه سمنه بلدي. بصوا جمال المواعين. غسلت كل حاجه. وده كان مسحوق، لسه جايباه، لسه هطلعه من الشنطه، كنت جايباه بالليل. احط غسيل في الغساله، وهشغل كمان يعني احط غسيل في الغساله الاوتوماتيك، وشغلت برضو الغساله العاديه. تمام. غسلنا المواعين وفطرنا وكله تمام. وبقى تكملة يعني يوم كده كله خضار. ده كنت مقطعة طماطم وبصل وفلفل ألوان وكوسة وهعمل فراخ بالخضار. وبصوا الأول حطيتهم برضه في معلقة سمنة مع معلقة زيت، وبعدين شوحت الخضار، وبعدين نزلت بالفراخ قلبتها على الجنبين. بعد كده دخلت تحت الشواية، خدت اللون التحفة ده بجد. الخضار ده أجمل حاجة، يعني بيدي للأكل طعم، وخصوصا لو حاطة فلفل وبصل الموضوع بيختلف. عايزه تحطي بطاطسايه، جزرايه. انا كنت بشرب جزر تقريبا، ولا ده عيش صابح بوريكم اللي عايز ياكل بالعيش. بس انا كنت هاكل رز بسمتي. وعملت عملت ايه تاني؟ عملت انا رز بسمتي مع الفريخ. تمام. كده خلصنا جزء شغل بالنهار. نيجي بقى بالليل، كانوا عايزين يتعشوا. مش عارفه اعمل عشاء ايه. ما كنتش جبت فينو. هعمل لهم مكرونه بالتونه، بتبقى طعمها حلو قوي. ده انا كنت عايزه اوريكم، يعني ان الفينو بيفضل عندي كتير قوي كل يوم، فحطاه في حاجه مخرمه كده وسايباه لما بينشف. ببقى مغطيه طبعا، وبعد كام يوم لما بينشف آم، بفرمه مع توابل وكده، وبيبقى بقسماط. تمام. آه دي بقى فقرة كده، مش عارفة هتنفع كل الناس ولا لا. بس دي صينية مكرونة كنت هعملها احطها في الفريزر لتاني يوم لو الاكل ما باتش، او لليوم اللي بعده. بتطلعيها نص ساعة وتحطيها في الفرن. تمام. ببقى عاملاها كاملة متكاملة، يعني دي بقى هنعملها اليوم اللي بعده او اللي بعده. تمام. صورتها لكم برضو. كل ده كان بالليل وانا بعمل العشاء. طبعا كنت محضره حاجتها بالنهار، عامله معصجه اللحمه عادي جدا، صينيه مكرونه عاديه جدا. بصوا منظرها كمان. ده بقى عايزه اقول لكم ان انا مصوره لكم كذا يوم مع بعض. تمام. ده كده لما المكرونه استوت انا قلت برضو اوريها لكم. طبعا انا ما نزلتلكوش فيديو روتين امبارح، فصورت لكم يومين مع بعض. تمام. دي بقى فقرة الغسالة الصغيرة، بحبها قوي. بصوا ما بحطش فيها اي حاجة فيها استك، لان بصراحة بتوصل فيها مثلا ملايات، مفارش، اي حاجة ما فيهاش استك. فلينات بيضة، تحطي كلور براحتك. طبعا الحاجات البيضة والملون تحط لها كلور ملون. ده كان يوم اللي انا بقول لكم اللي كنت عامله فيه الفراخ ورز بسمتي، بجد اكله خفيفه. طبعا لو انت عامله دايت تاخدي منها كميه قليله. حطيت الفرخه مع شويه رز، 7 معالق رز، 8 معالق مع السلطه، تحفه. مع السلطه تمام التمام قوي. ده كان اكل النهارده. زي ما بقول لكم العشاء انا برضو نسيت اكمل لكم فقره المكرونه، لان اصلا بصوا انا سلقتها وعملتها ونسيت اصور لكم شكل الطبق. انا بسلق المكرونه، ده عشاء هما ولادي بيحبوه. وجوزي برضو بيطلبه. بسلق المكرونه وبحطها في الطبق وهي سخنه كده، بصفيها واحطها في الطبق، ما بشطفهاش. دي مكرونه ايطاليانو، بحط عليها التونه والمايونيز، بتبقى حلوه قوي. هنا عايزه اقول لكم اليوم النهارده بيبقى فيه مواعين، بيبقى فيه غسيل، بيبقى فيه غدا. وممكن كمان لو في عندك شويه صغيرين فاضلين بتعملي غدا لبكره، ما عندكيش بتستريحي. يعني يوم بنبقى كويسين فبنعمل غدا النهارده وغدا لبكره عشان نستريح بكره. وبرده في نفس الوقت عايزه اقولك ما تضغطيش على نفسك، ممكن نعمل غدا سريع. الغدا ده ما خدش اي وقت، حله رز، حله صينيه فراخ. الموضوع ما فيهوش اي مجهود. طبعا عارفين ان احنا بنتعب، بس علشان
ما نتعبش، نقسم المهام. وهبقى هعمل لكم برضو فيديوهات ازاي هعمل لكم برضو فيديوز. بصوا البوتاجاز ده برضو كنت عاملاه الصبح مع المواعين، بصوا شكله تحفه ازاي عشان بعمله كل يوم. ما احنا مش هنكوم الحاجه علينا، نقسم مهامنا، محدش بيجري ورانا. الحاجه اللي ما نقدرش نعملها النهارده نعملها بكره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في روتينات جايه كتير. باي.